السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شوية عميل جالي عنده مشكلة في الواتساب. مشكلة الواتساب خاصة بإيه؟ خاصة إن هو كان بيستخدم سيرفر أبو عرب أو واتساب اللي هو الذهبي والأزرق والأحمر والشغل الوردي والحاجات دي. فهل الواتساب ده بيكون آمن ولا لأ؟ تمام؟ فباختصار شديد انت عندك الواتساب الرسمي هو أأمن واتساب تشتغل عليه. دي نقطة بتنزله طبعا من الموقع الرسمي بتاعه أو من المتجر بتاعك أو الأب ستور أيا كان الموبايل اللي انت شغال عليه. ده اللي أمان. تمام. لا بيجيلك عليه حظر ولا مشاكل ولا بتاع. دي نقطة. طيب ايه الفرق بينه وبين الواتساب الذهبي أو الوردي أو البلس مش عارف ايه أو الأزرق أو الكلام ده كله؟ الفرق يا حبيبنا ان انت بدل ما تتواصل مباشر من بوينت تو بوينت او منك للشخص اللي انت بتبعت له، بيكون في واحد قاعد لك في النص. مين الواحد اللي قاعد لك في النص؟ اللي هو سيرفر ابو عرب او صاحب التعديل اللي اتعمل على البرنامج. بمعنى اصح، الراجل بياخد البرنامج الرسمي. تمام. سواء بقى ابو عرب او عمر او ايا كان البني ادمين اللي بيعملوا الكلام ده، بياخد البرنامج الرسمي وبيعدل عليه وبيخليه بدل ما التشفير بيكون منك للشخص مباشر، تمام، لا بيبقى هو قاعد لك في النص. الرسائل اللي بتروح منك للشخص بدل ما كانت بتروح مباشر بتعدي عليه هو في الاول. بعد ما تنزل عنده على السيرفر يعمل سند وارسال لمين؟ للشخص التاني. يبقى بدل ما كانت رايحة جاية مباشر مفيش حد يبطلع عليها، بقى هو قاعد لك في النص. اي صورة اي فيديو طالعة من هنا لهنا ما بتوصلش مباشر مني للجثة اللي بكلمها او للشخص اللي بكلمه. لازم تطلع الاول على سيرفر مين؟ الشخص اللي عامل البرنامج، سواء بقى ابو عرب ابو بدنجان اي ازرق. تمام كده. طب هل الموضوع ده امان؟ لا مش امان. ده احنا اصلا بنقول ما نبعتش حاجة خاصة من على التطبيق الرسمي خوفا من شركة ميتا او من واتساب او فيسبوك ايا كان الشركة، ان هو يطلع على الايه، على الصور الشخصية بتاعتنا. ما بالك بقى لما يكون واحد قاعد لك خازوق في النص، انت عمال تستحمى قدامه وعريان، واخد بالك؟ فاي رسالة، اي بيانات، اي ايميل، اي رقم سري بيتكتب، اي صورة، اي فيديو، اي ريكورد، اي حاجة زي كده، كل ده بيتبعت على مين؟ على السيرفر نفسه. وضحت كده؟ وهو في امكانه انه يحلل ويتفرج ويشوف ويسمع ويعمل كل حاجه. من الاخر انت بتستحمى في الشارع قدام الرايح واللي جاي، واللي رايح واللي جاي اللي هو ايه؟ صاحب التطبيق اللي عدل عليه. تمام كده. ده باختصار. الواتساب المعدل ممنوع تستخدمه نهائيا. هتقول لي انا ما عنديش حاجه خاصه اخاف عليها. معلش، مجرد ان انت تثبته اصلا على جهازك فهو يقدر عن طريق حقن التطبيق ببيلود معين معمول بالميتا سبليت مثلا او بايا كان، مش عايزين نتكلم في تفاصيل، يقدر ان هو يشوف الكاميرا بتاعتك مباشر ال 24 ساعه طول ما انت مثبت التطبيق بتاعه. فهو بص قاعد لك كده فاتح بث مباشر عنده على على الجهاز بتاعه من الكاميرا بتاعتك اماميه وخلفيه. فما بالك بقى انت لو قاعد ماسك التليفون كده وقاعد بتتفرج وبتلعب مش عارف ايه، شاف الجثه بتاعتك الواجهه مش فارق معاه الواجهه، شغل الخلفيه ليه؟ الحاج امك قاعده الجنب التاني قدامك كده، رجليها مش عارف ايه قاعده براحتها في بيتها، شاف مراتك نايمه مش عارف قاعده ايا كان. فالموضوع ده خطر. ما تقوليش بقى ده انا ما عنديش حاجه خاصه انت ماسك اصلا لايف، انت بتصور لايف للكوكب. فاهمني؟ فممكن الامور دي يحصل فيها ابتزاز بعد كده وكلام فاضي كتير. فحرص. ونصيحة من اخ لاخوه، ابعد عن البرامج المعدلة اللي زي كده. نقطة تاني اهم من كل ده، الباك اب او الباك اب اللي معمول على الواتساب سواء على الجيميل او على المنصة نفسها اللي انت شغال عليها، مش هترجع لك تاني. يعني لما تيجي تمسح الواتساب الذهبي وتيجي تشتغل على الواتساب اللي هو اللي مش معدل او الاصلي، مش هتعرف تعمل استرجاع للايه، للباك اب بتاعك اللي كان مربوط على الجيميل بتاعك. لازم من الرسمي للرسمي، ما ينفعش من على الايه، المعدل. ايا كان حتى لو حلوها بعد كده وظبطوها فانت في خطر. انت في خطر. انت فاهم معنى ايه ان هو يحط لك بيلود مثلا على الجهاز بتاعك؟ دي بلوى. كاميرا، صوت، استوديو، ملفات، ايميلات، باسوردات، سجلات مواقع، مشاهدة، ايا كان، بلوى. ابعد عن البرامج المعدلة.
ابعد عن الواتساب الذهبي والازرق والوردي والمحني. تمام. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.